السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ شيزان تاج الدين. دلوقتي هعمل معاكم طبق ما ياخدش معاكي 5 دقايق، ينفع عشاء عندي 3 بيضات، وعندي بطاطس متقطعة كريهات مسلوقة، عندي بصل وفلفل ألوان وطماطم متقطعة كلها كريهات صغيرة. وهعمل معاكي أحلى طبق خفيف ومغذي جدا لأولادنا. الأول نزلت بالزيت، وبعدين هديها معلقة سمنة أو زبدة الموجود المتوفر عندك. هنعمل طبق ينفع للعشاء وينفع للغدا للفطار للأولاد، وجبة غنية جدا بالعناصر الغذائية. الأول نزلت بالبصل يدوب بس ياخد معاك اللون الفضي، تدبليه كده بس، وبعدين هتنزلي عليه بالفلفل الالوان والطماطم، لان الفلفل والطماطم ما باخدوش سوا. لو عندك فص توم ممكن تحطيه. هنا عندي البطاطس مسلوقه 3/4 سوا، نزلت بيها وهتلفيهم شويه كده، وبعدين هضيفي لهم البيض. تنزلي بالبيض وتتبليه، تديله رشة فلفل اسود وملح وكمون، وبعد كده تلفيهم شوية على النار، ما ياخدش معاكي دقيقتين. تنزلي عليها بالبيض. وعندي هنا ميكس جبن. بعد ما تلفي الخضار دقيقتين فقط، انزلي بالبيض عليهم وقلبيهم كويس، والبيض تتبليه برشة كمون وفلفل اسود خفيف، وبعدين هنزل عليهم بالخضار كده ما يكملش 3 دقايق او دقيقتين كده. ضربتهم، والبيض تكسريه بيضة بيضة في طبق لوحده، بحيث لو كان في بيضة بايظة ولا حاجة تستبعديها. هنا نزلت بميكس الجبن، عندي هنا موزاريلا وشيدر وجبنة برمجان او رومي اللي عندك المتوفر عندك، او حسب ما ولادك بيحبوا. وكده خلاص عملت معاكي احلى طبق. ما تنسينيش بدعوة كويسة حلوة منك، ولايك وشير وسبسكرايب في مطبخ شيزان تاج الدين. ويا رب يا رب كل حاجة اقدمها تطلع معي، يا رب يا رب كل حاجة اقدمها تعجبكم وينول اعجابكم. ومع الف سلامة. وكده هغطي على البيض لغاية ما الجبن تسيح معايا، متكملش دقيقتين كده. نزلت بيهم هنا. وما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب في مطبخ شيزان تاج الدين، ويا رب نقول اعجابكم. ومع الف سلامة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويا رب اكون خفيفة عليكم ونقول اعجابكم في كل حاجة اقدمها. ومع الف سلامة، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامة.